الفوز بالنتيجة هذه إلى أن لازلنا نتكلم بنفس الخطاب مع هزيمة ولا فوز. يجب أن الكل نفس الخطاب اللي احنا نقوله، مو بعد المباراة الحين لما فزنا 4-0 نقول حسنا أخطائنا أو بداية انطلاقة. إن شاء الله أنها دائما بداية انطلاقة، حتى لما تكون الكبوة تكون بداية انطلاقة. لكن أعتقد أن احنا لازال لدينا أشياء كثيرة يجب أن نشتغل عليها اليوم رغم فوزنا، إلا أنه لازلنا نطمح للأفضل. احنا اليوم بدينا تقريبا نكتمل، لكن مفتقدين إلى هرماش، مفتقدين إلى الغنام، مفتقدين نواف العابد، رجعت عبد العزيز الدوسري، عدم اكتمال شفاء ولياقة أشيل. يعني في أشياء كثيرة لازلنا. احنا يعني انبسطنا من النتيجة، وانبسطنا انه احنا رجعنا في روح افضل، تناسق افضل، لكن مو معناته ان احنا وصلنا الى الهدف، والفرحه انه احنا عدينا الاخطاء. اليوم استفدنا من أخطاء المباراتين السابقتين ب الاهتمام في فرص أكثر. شفتوا اليوم إمتاع وأداء وأهداف. ألف ألف مبروك لنا، هذه 3 نقاط والمستوى الممتاز. هذا وفر لفريق الأهلي، فريق كبير. قدمنا مباراة ممتازة أمام متصدر، والكل كان يمكن مرشح الأهلي إنه يفوز هذه المباراة. خالفنا كل التوقعات. الهلال فريق كبير يرجع في أي لحظة. ما يعني بدأنا بداية ما هي يعني ما أقول سيئة بس ما هي كويسة، لكن الحمد لله مباراة التعاون اليوم قدرنا نقدم المستوى الممتاز.